ولكن تشتاقوا إلى الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل علينا دينة وأتم علينا نعمة وجعلنا بفضله وإحسانه خير أمة، وبعث فينا رسوله يتلو علينا آياته ويزكنا ويعلمنا الكتاب والحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الصحيب الفضيلة والسعادة، وإخواتي وأخواتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حضورنا الكرام وكل من يشاهدنا عبر الشاشة، خاصة شباب هذه الأمة في هذا العصر الرقمي. أيها الحاضرون الكرام، عنوان كلمة اليوم هو بين البريق الشاشة وانطفاء القلب الذي يرى الحقيقة. Between the glitter of the screen and the quenching of the heart that sees the truth. أيها الحاضرون الكرام، نعيش في الزمن تزداد فيه الشاشات البريقة، ولكن تقل فيه قلوب النور. يا أصحاب القلوب، قد قال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحج آية 6 و4. يا شباب الأمة، كم من عين سهيرة أمام الشاشة ولكن قلبها نائم عن الحق. بريق الشاشة لا يكذب العين، ولكنه كثيرا ما يخادع القلب. نار الصور فتسرق أبصارنا، ونسمع أصوات فتشوش أفكارنا، حتى نظن أننا نرى الحقيقة. الحقيقة النار ظلها فقط. يا شباب الأمة، ليست المشكلة أن تنظر إلى الشاشة، ولكن المشكلة أن تنظر الشاشات إلى قلوبنا، فتحدد لنا ما نحب وما نكره وما نصدق. فحين يبلغ البريق على البصيرة ويسكت القلب عن السؤال، هناك تبدأ الغفلة ويبدأ انطفاء القلب الذي يرى الحق. يا أحبتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. سورة النور آية 35. فالنور ليس في الشاشة
ولا في الصورة ولا في الشهرة ولكنه في قلبي يعرف الله. أيها الحاضرون الكرام، إذا انطفأ القلب لن تنيره ألف الشاشة، وإذا أضاء القلب أضاء العلام كله. الدعاء الختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور الحق، ولا تجعل الشاشة سببا لغفلاتنا، واجعلنا من الذين يرون الحق حقا ويتبعونه. آمين آمين يا رب العالمين. نطلب عفوا إذا كان هناك أخطاء سواء كانت مقصودة أم لا، لأن الكمال ينتم فقط إلى الله سبحانه وتعالى. السلام